تحديد الأهداف. أقل من 3% اللي في العالم اللي بيكتبوا أهدافهم. لازم تعرف قوة الهدف على الورق بيكون عامل إزاي. لو ما كتبتش هدفك على الورق طول ما هو في دماغك أنت ممكن تنساه وبعد كده تحس إنك تايه. زي تسأل أي حد دلوقتي يقولك أنا مش عارف أنا عايز إيه، ولأنك لو كاتب الهدف ده هتعرف ترد أنا عايز أوصل لواحد اتنين تلاتة. وكفاية إنك أنت قادر ترد على النقطة دي، لأن إنك أنت قادر ترد ده معناه إن أنت بتعمل، ومعنى إنك أنت بتعمل ده معناه إن أنت ماشي على التراك اللي هيوصلك للهدف بتاعك. فخلينا نتكلم دلوقتي على جوانب الحياة بتاعت الإنسان اللي المفروض يحط ليها أهداف، وهو الهدف الديني. ده أول جانب في الحياة أنت لازم تحط له هدف. الهدف الديني عبارة عن إن أنا عايز أقرب من ربنا أكتر. أنا مثلا ما بقراش قرآن، عايز أبدأ أحفظ قرآن، عايز أبدأ أقرأ مثلا ربع في القرآن. لازم أحط لنفسي هدف. طب أنا دلوقتي كنت أصلا بقرأ قرآن ومش حاطط لنفسي هدف، أبدأ أحط هدف للمستقبل. أنا مثلا ليه بحفظ قرآن دلوقتي؟ عشان مثلا أنا عايز أعلم ولادي القرآن، عايز ربنا يرضى عني، عايز أخش الجنة. دي أهداف تخليك تقوم تشتغل عليها. تاني هدف وهو هدف للصحة. لازم تكون حاطط هدف لنفسك في صحتك، وإنك أنت لو ما بتتمرنش تبدأ تتمرن. لو مش قادر تنزل الجيم ممكن إنك أنت تتمرن في البيت، ولكن اعمل أي مجهود بدني عشان تفضل محافظ على رشاقة جسمك، وإنك أنت ما يجيلكاش أمراض مزمنة، أمراض مثلا خشونة أو حاجات زي كده في المستقبل. لازم تكون عامل حساب إنك أنت هتكبر في السن، وفي نفس الوقت انت عايز تخلي ولادك يشوفوك ازاي، وعايز تخلي زوجتك تشوفك ازاي. فانت لازم تكون بتبص لده، بتبص للناس اللي حواليك هتشوفك ازاي. الناس اللي انت ممكن تبقى بتأثر فيهم انت مش عارف. ممكن اهلك اللي هم زي زوجتك او اولادك يكونوا بيتأثروا منك وانت مش عارف. فانت لازم تبقى حاطط ده في دماغك وتحط هدف لصحتك. للأسف عادات الأكل يعني بتاعت معظم الناس بتوصلهم لأمراض مزمنة زي الضغط والسكر والقلب وده لوحده يخلي اللي قدامك ما يقدرش ياخد منك نصيحة، ما يقدرش يشوفك قدوة ليه، لأن هو شايفك أصلا تعبان. فأنت مثلا بتقول لي ما تشربش سجاير، طب أنت بتشرب سجاير. لازم تاخد بالك من صحتك. الصحة دي عبارة عن حاجة لو انت ما اهتمتش بيها دلوقتي غصب عنك لما يحصل لك مرض مش هتبقى بتفكر في حاجة ولا فلوس ولا دين ولا أي حاجة إلا في الصحة. لأنك انت مش قادر تبقى فاهم الناس اللي تعبانة، الناس اللي بتغسل كلى، الناس اللي عندها أمراض مزمنة بتحس بإيه، بتبقى نفسها إن هي ترجع في سن صغير في سنك عشان تقول انا لو رجعت هتمرن كل يوم، انا لو رجعت هاكل كويس. الحاجات دي مهمة جدا انك انت تاخد بالك منها وتبقى عندك الادراك ان الوقت لو عدى مش هيرجع تاني. فانت خد بالك انك لازم يبقى عندك هدف في صحتك. تالت هدف وهو هدف مهم جدا وهو الهدف المادي. لازم يكون عندك هدف لشغلك. انت عايز تكون فين، الفلوس اللي انت بتعملها بتبقى قد ايه. فكرة انك يبقى عندك هدف وكاتبه هتخلي عندك شخصية تبقى حتى لو بتعمل أقل منه أو أكتر أو أيا كان أنت هتكون ماشي على التراك. لو أنت دلوقتي في شغل مش عاجبك، أعمل هدف إن أنا أغير الشغل بتاعي. طب أغيره إزاي؟ طب أبدأ أشتغل إيه؟ طب يعني أسأل فين؟ كل الحاجات دي مش هتعرف تعملها غير لما تكتب هدفك. لازم تكتب هدفك عشان هو ده عبارة عن الوسيلة اللي هتوصلك لهدفك. طبعا لما تحطه تحت العمل وده هنتكلم فيه، ولكن كتابة مهمة جدا. فكرة انك بس تكتب هدفك دي مهمة. دي كتابة الهدف عبارة عن 50% من تحقيق الهدف ذات نفسه. دايما تسأل نفسك انا هوصل ليه ازاي، وتشوف الامكانيات اللي عندك واحد اتنين تلاتة، وهقدر اعمل ايه عشان اوصل له. وصدقني لو انت بس توكلت على الله واخدت بالاسباب هتقدر توصل له. الهدف الرابع هو هدف تعليم او دراسي. وانا مش بتكلم على التعليم في المدرسة او التعليم في الجامعة. انا قصدي دلوقتي عن التعليم ليك انت. التعليم اللي انت فعلا هتاخد منه المعلومة وتنفذها. ممكن التعليم في حاجة انت بتحبها، ممكن انت نفسك مثلا تتعلم فيديو اديتنج مثلا، وموقف فكرة التعليم فيه
لغاية لما ربنا مثلا يوفقني أو أي حاجة، بدي لنفسي عذر إن أنا ما أتعلمش حاجة. فكرة بس إنك تتعلم دي هتخلي عندك ميزة في المستقبل تقدر تستخدمها وأنت مش واخد بالك. ممكن أنت يبقى نفسك مثلا تتعلم لغة جديدة، وبرضه مدي نفسك أعذار إن أنا مش، لأ، لازم تحط هدف. أنا مثلا عايز أتعلم اللغة دي، أنا عايز أتعلم فيديو إيديتنج، أنا عايز أتعلم آه، عن دين ربنا شوية، أنا عايز أتعلم عن علم النفس، عايز أتعلم. لازم يكون عندك شغف في التعليم، ما توقفش تعليم. وطرق التعليم كتيرة جدا في الوقت اللي احنا فيه. اليوتيوب عبارة عن مكتبة من المعلومات، انت تقدر تختار بس الفيديو اللي انت عايزه وتتعلم اللي انت عايزه من وانت قاعد في بيتك. في كتب كتير في كل المجالات، لو انت عايز تقرا تقدر انك انت، لو بتحب القراية تقدر انك انت تجيب كتاب، او انك انت تشوف الكتاب ده من على الاونلاين تقدر تجيبه وتقدر تقرا. فعندك كذا طريقة وكذا حاجة انك انت تفضل تتعلم. لو قريت صفحة في اليوم او اتفرجت على فيديو في اليوم، ده في محصلة معلوماتك. ولكن أنا ليه بقول لازم يكون في هدف للتعليم؟ عشان تبقى عارف إيه الهدف من تعليمك للشيء ده. أنا ما ينفعش أكون بتعلم وخلاص. طب أنا مثلا ناس عايزة تتعلم برمجة، بس يتعلم برمجة شوية ويعدي فيديو إيديتنج شوية ويعدي بعد كده يتعلم حاجة تانية. لازم تبقى محدد أنت عايز تعمل إيه ليه. ودي وانت بتكتب الهدف انت لازم تعرف انت ليه عايز تعمل هدف وتكتب اسبابك. انا مثلا عايز اتعلم برمجه عشان اشتغل بالبرمجه، انا عايز اتعلم فيديو اديتنج عشان اشتغل بالفيديو اديتنج، انا عايز اعمل كذا عشان كذا. ما ينفعش تكون ماشي تايه، لانك لو ماشي ومش مختار لنفسك، صدقني الدنيا هي اللي هتختار لك. هتبقى انت بتقول هو مش ده اللي انا عايزه بس انا فيه. انا متاكد ان انت ممكن تكون قلت لنفسك كده كتير، مش ده اللي انا عايزه بس انا فيه، لانك انت ما حددتش انت عايز ايه. انت ما قلتش كده انا عايز كذا وبدات تشتغل عليه بامكانياتك. دي حاجه. الهدف الخامس وهو هدفك مع اهلك واصحابك. والهدف ده مهم جدا لانه بيزود طاقتك لشغلك، وبيزود ثقتك بنفسك لما تكون محسن علاقتك مع أهلك ومع صحابك وحاطط حدود هنا وهنا. صدقني انت نفسيا بتكون كويس، بتقدر انك انت تعمل حاجات انت ما كنتش بتقدر تعملها في الاول لانك انت دايما كنت متضايق وانت مش عارف انت متضايق ليه. ممكن عشان علاقتك مع والدك مش كويسة، ممكن عشان علاقتك مع اهلك كلهم مش كويسين، ممكن عشان علاقتك مع صاحبك ده مش كويس. طب ما هو ممكن يكون صاحبك ده ذات نفسه مش كويس وانت محتاج تغيره فعلا. لازم تعرف انك محتاج تختار صحابك. لازم تعرف ان صاحبك هو هيشدك للحاجة اللي هو بيعملها. لو هو بيشرب سجاير وانت بتشرب سجاير، لو بتقعد في نفس المكان وهو مكتئب انت هتبقى مكتئب زيه. ما بقولش انك انت هتشرب زيه، ولكن هتبقى في نفس حالته النفسية. وده طبيعي جدا، لان اللي بيقعد مع ناس فترة بيكون منهم حتى لو ما بيعملش عاداتهم، بس مع الوقت لما ياخد آه، الطباع بتاعتهم هيتحول لعاداتهم، هيعمل عاداتهم. لان لو جينا اتكلمنا في العادات، العادات اصلا بتبقى فكرة. والفكرة دي الافكار بتيجي ازاي؟ بتيجي من حاجات انت شفتها قبل كده، من حاجات انت شايفها قدامك باستمرار بتحصل 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 بتحصل. فلما تبدأ تستهون في الناس اللي بتقعد معاك، في الناس اللي انت بتكلمها، واحد مثلا بيشرب مخدرات، واحد بيشرب سجاير، لما تستهون وتقعد مع الناس دي فترة طويلة، انت بتتحول لشخص منهم وانت مش عارف وانت مش حاسس. عشان كده بنقول للناس اللي عايزة تبطل أي إدمان من المخدرات أو السجاير، لازم تبعد عن الصحبة القديمة كلها. لازم تقفل، لازم يكون عندك القرار إنك تقفل وتقفل جامد. بمعنى إنك أنت أول فترة دي اللي هتبقى أنت بعيد عن المادة دي اللي أنت مسببة لك الإدمان، الفترة دي كلها أنت هتكون بعيد تماما عن أي محفز أو أي شخص بيفكرك بالحاجة دي. ده ليك انت. دي حاجة انت محتاج تحط ليها هدف. انا مثلا الصاحب ده مش كويس انا لازم ابعد عنه، الصاحب ده كويس انا لازم اقرب منه. مثلا علاقتي مع والدي مش كويسة لازم احسنها، علاقتي مع اخواتي مش كويسة لازم احسنها.
دي الحاجات اللي بتعمل ليك انت ذات نفسك قيمة، انك تبقى كويس مع الناس. ولما تختار ناس كويسة انت هتبقى كويس. دي كانت الاهداف اللي انت لازم تحطها لنفسك. سيبك بقى من بداية السنة وان انت تحط، انت ممكن تبدأ من دلوقتي. انا ما بعترفش في انك انت لازم بداية السنة تحط هدفك، ولو ما عملتوش في اخر السنة انت كده يبقى ما وصلتش لحاجة، او ده كلام غلط جدا. انت وقت ما انت بتشوف الفيديو اكتب هدفك وافضل اشتغل عليه، مش لازم الوقت. انت ممكن تحسبه عشان ده حاجة زي التراك انت اللي انت ماشي عليه، ولكن مش ده اللي هيقيمك. اللي هيقيمك كمية المعلومات اللي هتكسبها في الرحلة بتاعتك. دي حاجة. ازاي بقى تحط الاهداف دي تحت العمل؟ اول حاجة، كفاية انك كتبتها. 50% من تحقيق الهدف انك بس تكتب. ودي نقطة لازم تبقى انت فاهم. انت مثلا عايز تجيب عربية، اكتب انا عايز اجيب عربية ليه، وافضل ادي اسبابك ليه ليه ليه. انا عايز اقرب من ربنا ليه. كل ده تبقى كاتبه، عشان يوم ما تنسى ترجع تفتكر، تبقى عارف انت ماشي على ايه التراك بتاعك. حتى لو وقعت تقدر تقوم، بس انت عارف انت فين. تاني حاجة، تشوف ايه امكانياتك وتبدأ تكتبها. امكانياتي ان انا يعني مثلا لو هنقول على التعليم، انا امكانياتي مثلا عندي كتب بس ما بقراش. خلاص انت كده عندك كتب، يبقى انت خلص الكتب دي الاول. لو طبعا الكتب دي في الحاجه اللي انت مهتم بيها، خلاص ابدا خلص الكتب دي الاول. يعني انت عندك حاجه استخدمها. مثلا انا بحب التصوير، طب انا معيش كاميرا، طب انت معاك تليفون، طب خلاص ابدا صور. ابدا صور ورينا شغلك. هو ده اللي بيعمل للانسان الخبره، ان هو يقدر فعلا ويبقى يستحق الحاجه اللي هو عايزها، لانه بدأ. اول حاجه ان هو بدأ. تاني حاجه ان هو استغل امكانياته اللي هي كانت حاجات صغيره. لما استخدمها وقعد يطور من نفسه، قدر ان هو يجيب حاجه اكبر. لان عمرك في حياتك ما هتبدأ كبير. ولو بدأت كبير، ناس كتير بدأت كبيرة وفشلت. معظم الناس اللي نجحت ان هي تحت الصفر. عشان كده لازم انت تبقى حابب انك تبدأ بامكانياتك المتاحة. تليفونك، الكتب اللي عندك، ايا كان ايه الامكانيات اللي معاك، انت هتبقى عارفها اكتر مني. وتقدر تحدد لنفسك انا امكانياتي 1 2 3، وهي دي اللي هتوصلني لهدفي. تالت حاجة وبرضه لازم تكتبها، ايه التحديات اللي ممكن تقابلك وانت بتستخدم امكانياتك. طبعا بعد ما كتبت الهدف، ايه التحديات اللي ممكن تقابلك وازاي تحلها. كل الحاجات دي انت كاتبها على الورقة والقلم، عشان يوم ما تحصل تبقى انت عامل حساب لكل حاجة. وده اللي بيسموه التخطيط الاستراتيجي. انت مش بس بتحط هدف وخطة ويلا، لا، انت بتبقى عامل حساب الحاجات الغلط اللي ممكن تحصل، او الوقعات اللي ممكن تحصل، او التحديات اللي ممكن تحصل، وهحلها ازاي بإذن ربنا طبعا. واخر حاجة، في الوقت اللي احنا فيه من السهل انك انت تسيب نفسك للسهر وللعب وللشهوات وللعلاقات الحرام اللي بتاخد وقتك وبتسرق وقتك، وبتخليك تنسى ان ليك رب، وان ليك هدف في الحياة المفروض تبقى شغال عليه. ولذلك انت لازم تبدأ تدرك ان في حاجة لازم تعملها. وانا مش جاي اقولك دلوقتي عشان احسسك بالذنب انك قاعد، لا خالص. انت مش لازم تبقى اغنى واحد في الدنيا، مش لازم تبقى احسن واحد في الدنيا. ولكن لو انت شغال على نفسك، ايا كانت ايه امكانياتك، انت يعتبر احسن من ناس كتير. لازم تبقى فاهم ده. لازم تبقى عارف ان انت جاي الدنيا دي لسبب. اول حاجة عبادة ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة انت لازم آه، تساعد اللي حواليك. لازم تعمل حاجة وتساعد اللي حواليك. فطول ما انت ما بتعملش حاجة عمرك ما هتعرف تساعد حد. لازم تبدأ تعمل حاجة، والحاجة دي تبقى انت فيها شاطر عشان تقدر تساعد حد. ولو فعلا عايز تتغير لازم تبدأ من دلوقتي. تكتب أهدافك وتشوف إمكانياتك والتحديات اللي هتقابلك وهتحلها ازاي. وما تنساش إن انت قاعد في الدنيا فترة معينة، والفترة دي انت المفروض تعمل أحسن حاجة عندك. صدقني هتفتكر الكلام ده بعدين، إن الوقت لما بيروح ناس كتير بتتمنى إن هو يرجع وما بيرجعش. فأتمنى إنك أنت يعني تكون استقبلت النصيحة دي وتكتب أهدافك في الجوانب ال5 دول. وأشوفك في فيديو جديد. سلام.